جامع وخطوة الإمام علي عليه السلام بالبصرة. سمي بجامع الخطوة لأن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه خطأ في هذا المكان وصلى بهذا المكان. يعتبر هذا الجامع هو أول مسجد بني في الإسلام خارج مكة والمدينة المنورة. شيد هذا الجامع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان واليا البصرة عتبة بن غزوان. في عهد الدولة العباسية وبسبب الفيضان الكبير اللي صار بالبصرة المسجد تدمر بالكامل، ولم يتبقى من المسجد سوى هذه المنارة التي بقيت خالدة إلى يومنا هذا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. صدق الرسول الكريم.